ماما رشا البشوشه القمر كيوت. ربنا يخليك. لو ابن خطيبته جابت له هديه والهديه دي ما عجبتوش هيعمل ايه؟ هيشكرها ويعمل نفسه مبسوط؟ هيلفت نظرها بالذوق لانواع الهدايا اللي بيحبها؟ هيقول لها انه مش بيحب الهدايا؟ هيقول لها تكرمش له فلوس احسن من الهديه. ماما رشا اخترتي ايه؟ هيشكرها ويعمل نفسه مبسوط. والنبي فاروق زي العسل وذوق. اجابه صحيحه. سؤال لماما عفاف، لو ابنك وقع عصير على الكرسي وهو معزوم عند ناس هيعمل ايه؟ هيتأسف لهم؟ هيعمل نفسه من بنها؟ هيمسح مكانه وينظفه؟ هيقول لهم الكوبايه كانت مليانه بزياده؟ ممكن يعمل حاجتين، هو يتأسف وبرضك هيحاول يمسح مكانه وينضفه. كان لازم تختاري حاجه منهم يا ماما عفاف. يعني انت اخترتي ايه؟ هيتأسف لهم وبرضك هيحاول اللي هي رقم 3 يمسح مكانه وينضفه. طب تعالي نشوف كده هو قال ايه. امسح مكاني يا ماما. هتمسح مكانك وتنضفه؟ ما كنت تأسف لهم وخلاص عشان حاجه. انا بقول عايزه هو يعمل يعني الحاجتين. حبكت النظافه قوي. معرفش. شكرا يا مصطفى. معلش يا ماما عفاف. ماما هاله. ايوه الحمد لله ابتسمت. الحمد لله. الحمد لله. انا اخسرهم ولا ابتسم؟ اخسرهم وانت تبتسمي؟ الله، ما احلى النجاح مع فشل الاخرين. الله. ماما هاله، نعم. لو بنتك بتحب مرحله معينه في دراستها وعايزه تعيدها هتكون انهي مرحله؟ ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعه؟ ماما هاله اخترتي ايه؟ ابتدائي. ابتدائي. بس البنات لا يمكن يختاروا اعدادي، ليه؟ لان كلهم عندهم شنب اعدادي. فلا يمكن اي بنت ولا ثانوي. اي بنت بتحب المرحله دي. ولا ثانوي عشان الثانويه العامه. ايه؟ ولا ثانوي عشان الثانويه العامه. فممكن الابتدائي او الجامعه. وبيبقى في اعدادي في نوعين من البنات، ناس طلع لهم شنب والناس تانية ايه؟ طلع لهم شنب بس فوق هنا زي بتاعي ده كده. تعالي بقى نشوف هي قالت ايه. يا ياسمين. جامعة يا ماما. جامعة ايه يا ياسمين؟ انت كنت بتخرجي في الجامعة عشان تقولي الجامعة؟ ايوه لازم اخرج. انت كنت كارهة نفسك في الجامعة يا ماما. الله، ايه الجامعة؟ انت عمرك ما خرجتي في الجامعة يا حبيبتي. طب ايه المشكلة؟ انت اصلا معقده. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا ماما؟ طفولة يا ماما، الطفولة. انا بحب الجامعة يا ماما. طفولة يا حبيبتي. معلش ركزي في الباقي بقى. نتناقش بقى في المراحل العمريه دي ولا العقد النفسيه بعدين. ماشي. سؤال لماما رشا، لو حد استلف عربيه ابنك وخبطها له هيعمل ايه؟ هيقفش عليه؟ هيعدي الموقف ومش هيسلفها له تاني؟ هياخد تمن التصليح عادي مش هيزعل؟ ماما رشا اخترتي ايه؟ هيقفش عليه. انا لو انا هقفش عليه بصراحه. اكيد هو هياخد تمن التصليح. بس ما رضيتش اقول كده عشان الاحراج يعني. طب تعالي نشوف هو قال ايه. اكيد مش هسلفها له تاني يا ماما. لا بس يعني مش هتقفش عليه. هقفش عليه ومش هسلفها له تاني. اوكي. طب ترضى تسلفني السشوار بتاعك؟ عينيا. اللي بيعمل الفوليوم الجميل ده؟ حبيب قلبي. ميرسي يا فاروق. ماما عفاف، لو صاحب ابنك راكب معاه العربيه وعمال يرمي فيها زباله هيعمل ايه؟ هيطلب منه بالذوق ما يرميش حاجه؟ مش هيفرق معاه؟ هيخليه يدفع ثمن غسيل العربيه؟ هينزله على جنب؟ ماما عفاف اخترتي ايه؟ اخترت هيطلب منه بالذوق مش ما يرميش حاجه. هيطلب منه بالذوق ما يرميش حاجه. مصطفى ده قال حاجه تاني.
يعني انت دايما بتحلي تخلي صورته حلوه. لا والله هو جميل. هو يا حبيبي أساساً. بيجاوب على طبيعته. يا مصطفى ايوه اخترت ايه يا حبيبي؟ والله يا عم قلت لها والله قلت لها هدفع ثمن فلوس العربيه طبعا الغسيله. اه احنا جدع يا مصطفى. يا باشا. ايوه اللي يبوظ حاجه يصلحها. أيوة. حبيبي حبيبي معلش يا ماما عفاف، انا ربيتك على كده بس عليك. السؤال لماما هاله، بسم الله الرحمن الرحيم. لو بنتك عامله عزومه كبيره لاهل جوزها واكتشف قبل ما يوصلوا ان الاكل اتحرق، هتقعد تعيط؟ هتقدمه عادي؟ هتطلب دليفري؟ هتهرب من البيت؟ ماما هالة حصلت قبل كده؟ لا كنتوا عازمين حد والاكل باظ؟ لا الحمد لله احنا تمام قوي في الاكل. اوكي، انت اخترتي ايه؟ دليفري طبعا. دليفري، ده حل سريع. طبعا. اجابه صحيحه. السؤال لماما رشا الكيوت، لو ابنك مستني الزياده السنويه في الشغل وجات له اقل من المتوقع، هيكمل عادي ويستعوض ربنا؟ هيعمل كارير شيفت؟ هيسيب الشغل عشان قله التقدير؟ هيروح يتكلم مع الاتش ار؟ ماما رشا اخترتي ايه؟ هيروح يتكلم مع الاتش ار. اجابه صحيحه. سؤال لماما عفاف، لو ابنك كان بيتغدى في مطعم وطلب الشيك واتأخر، هيعمل ايه؟ هيقوم يمشي ومش هيحاسب؟ هيسيب لهم فلوس على الترابيزة ويمشي؟ هيقوم يكتب الشيك لنفسه؟ هيعمل مشكلة؟ ماما عفاف اخترت ايه؟ انا احترت معاه. هي اختارت على السؤال اللي قبله والله. اخترتي معايا. ان هو يعني هو ممكن يقول لهم فين الشيت فهم يعني يعمل مشكله عشان يخلص ويمشي يعني. يعني انت اتعلمتي من اخطائك؟ طب تعالي نشوف قال ايه. هو اتعلم برضه. حبيبتي شاطره قلبي. اخترت اسيب ايه؟ لهم الفلوس وامشي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانت عارف الفلوس ماما كام؟ تعمل ايه بس؟ الست احتارت معاك يا مصطفى. صح طلعك كويس مش نافع. مش نافع، تقول لك عمل شوف مشكله مش بصورتي نافع، مش طول نافع. عمرك تعبني. شكرا يا هذه مصطفى. حقيقة. معلش يا ماما عفاف. ماشي. ماما هاله، لو بنتك هتستغنى عن حاجه من جهازها، هتستغنى عن ايه؟ الصيني، مكونات النيش، الستاير، اجهزه المطبخ؟ ماما هاله جاوبتي ايه؟ الصيني. تعالي نشوف ياسمين قالت ايه. يا ياسمين اخترتي ايه؟ مكونات النيش يا ماما، ما هو الصيني من مكونات النيش. لا يا حبيبتي مكونات النيش هتستعمليها، لكن الصيني مركون فنستغنى عنه. ايه المشكله يعني؟ يا مصيبتي. يعني في ايه؟ اخترتي ايه يا ياسمين؟ مكونات النيش. مكونات النيش وهي قالت الصيني. شكرا. نتيجة المسابقة هتطلعوني من هدومي. ماما رشا 10 نقط، ماما عفاف 0. ماما هالة 5 نقط. خلصنا المسابقة الرابعة عجناك وخبزاك.